هنتكلم على دبل هاندد باك. هي زي ما تقول كده الضربه السهله الممتنعه. لو انت فكرت في الدبل هاندد باك زي التفكير التقليدي اللي بيقول انها فور هاند بالشمال بس، النتيجه هتبقى ان انت بتلعب كده هوك، يعني بيسموها ساعات ليفت هوك، اكنك بتضرب بوكس بايدك الشمال. وده مش بس بيقلل كفاءه الباك هاند، بيجيب اصابات في الظهر زي ما معظم اللعيبه عندنا في مصر بتعاني من القصه دي، انك بتحاول تجيب قوه جامده جدا عن طريق انك تلف. لكن الطريقه الصح والافضل اللي بتطلع باور في الدبل هاندد بيسموها ان في اندبندنت اكشن اوف ذا ارمز، يعني بتلاقي ان الارم بتتحرك لوحديها، مش جسمي وايدي والمضرب بيتحركوا مع بعض. العصايه دي هتبين القصه شويه. السوينج القديم اللي هو متخيل انها فور هاند بالشمال، ده السوينج الافضل الصح. هتلاقيني بعمل كده اهو، وبعدين اشد بايدي اليمين الاول وبعدين ازوق بايدي الشمال. بيسموها بول بوش. بشد باليمين الاول، يعني الدبل هاندد باك هاند مش بس فور هاند بالشمال، هما الاثنين كل واحده ليها دور. طيب ايه اللي بيبتدي الاول؟ شدة ايدك اليمين الاول بتخلي الدايركشن بتاع السوينج ماشي انسايد اوت كده، يعني مش ماشي كده. بتلاقي اليمين سبقت والشمال تحت، وبعدين تشد باليمين تزق بالشمال، تشد باليمين تزق بالشمال. بول بوش، بول بوش. هتلاقي لو الشده دي حصلت كويسه بيحصل حاجه اسمها راكت دروب كده. باخد المضرب كده، بشد ازق، بشد ازق. بول بوش، يعني المنظر في الاخر بالمضرب هيبقى عامل كده. هتلاقي الحكايه دي بتمنع حاجه اسمها هليكوبتر سوينج. الهليكوبتر ده اللي هو الباك هتلاقيه بيلف حواليك كده. ده طبعا مش بس بيجيب اصابات، هو من المستحيل ان انت تيجي كده يكون حاطط سبين. لكن لو السوينج فضل كله في الناحيه اللي قدامي دي ما لفش حواليا كده، هتلاقي ان المضرب بيدروب وبيطلع لفوق فبيجيب سبين. لو هو جه كده هيلف حوالين الكوره ومش هيجيب سبين. هتبقى اخرك في الباك ان انت بتزق، مش قادر تضرب، مش قادر تطلع منها قوه.